هو انت هتصرف منين لما تكبر؟ كل الناس طول ما فيها صحة وبتشتغل فهي بتقبض شهر بشهر وعايشة على الفلوس اللي بتجيلها، لكن محتاجين يفكروا بجد هم هيعملوا ايه لما يكبروا وما يبقوش يقدروا يشتغلوا. انا بعمل فاينانشال كوتشنج لناس بقالي اكتر من 5 سنين، وفي ال1 to 1 سيشنز بيفضلوا يسالوا اسئله كتير عن المستقبل. لو طلعت على المعاش هتجيب فلوس منين تصرف بيها على نفسك وعلى عيلتك؟ طيب لو جالك امراض زي ضغط، سكر، قلب؟ طيب فلوس الجامعه اللي انت عايز تدخل فيها اولادك وتعلمهم تعليم كويس؟ ده اسمه فاينانشال بلاننج، اللي هو التخطيط المالي، وهو عباره ان انت يبقى عندك اهداف ماليه في المستقبل وتبدا تخطط وتنفذ شويه خطوات علشان تقدر تحقق الاهداف دي في المستقبل. وكل ما تبدا بدري كل ما يبقى احسن. والله العظيم انا بيجي لي عملاء عندهم 40 و50 سنه بيبقوا ندمانين ان هم ما بداوش بدري من وهم في العشرينات. خد خطوه دلوقتي وحدد اهدافك الماليه بعد 20 و30 سنه وشوف هتوصل لها ازاي. انا حسين النسر وهساعدك تكون ماني مانجر.